السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. قبل ما أقول لكم وين راح نروح، شوفوا وياي هذا قوس الله إيش قد جميل، ألوانه الحلوة، سبحان الخالق، سبحان الله، شلون يتشكل، شلون شكله حلو، روعة روعة بصراحة، روعة. إي والله، خل أشوف. الله، شنو هالألوان هاي؟ اليوم راح أروح عن مسافة طويلة بصراحة، بس قلت أصور لكم الطريق كله وأقول لكم شنو راح أسوي بهاي السفرة. راح أروح مسافة 500 كيلومتر بعيد عن بيتي، بس على مود أشتري قوجة وأكل كرز وأرجع. بس هسه الدنيا ليل، لا تغركم الشمس. بعد ما وصلت لهاي الاستراحة، هاي هنا أكو دوش وتكرمون حمامات. أنا دائما يعني حاطها بالخريطة حتى أبات هنا. دائما أطلع المغربيات وأتعشى، أسوي لي عشاء خفيف، يعني مثل ما تشوفون كلش خفيف. ومن أقعد راح أصور لكم، راح أنام وراه. صباح الخير. شلون نومة كانت؟ خل أشوف هنا. الله، شلون منظر حلو ومرتب. هاي البحيرة الصبح لما يتبخر من عندها البخار مال الماي، ومن يتبخر يتفاجئ انه ما يقدر يطلع، فيعصى بين المي وبين السماء، لا يقدر يتبخر ولا يقدر ينزل. وهالشكل الأجواء من داخل السيارة. شوية صباح الخير للجميع. لازم شوية أتجهز، خل أخذ لي آخر نظرة من البحيرة، لأنها يعني ما أشبع من النظر هاي المناظر الحلوة. بس بعد لازم شوي شوي أتهيأ حتى أحرك. وشاك أني يمكن الأنفاق مسدودة، فإذا الأنفاق مسدودة راح يوقفونه. شفتوا؟ مثل ما شكيت، النفاق مسدود. يعني شنو؟ يعني لازم ناخذ الطرق الجبلية، والطرق الجبلية دائما يوقفون السير زين حتى يعبرون جماعة، بعدين يخلونا نمشي. هسه من نحرك تشوفون. بس يعني شوف شلون هسه احنا وحدنا نمشي باتجاه واحد. بس المشكلة لما يوقف الطريق مال النفق، لما يوقفون النفق اللي تحت الجبال هاي، النفق يكون مثلا عبارة عن نص ساعة نخلص الطريق. إذا نصعد فوق الجبال النص ساعة تصير ساعتين. فأنتوا تخيلوا، كنت أنا حاط ببالي 5 ساعات سياقة، هسه تحول الأمر، صارت بدل 5 ساعات يمكن 7، يمكن 8. بس هسه أنتم يعني مثل ما تعرفون، أنا قعدت من النوم ولا تريقت ولا أكلت شيء وجعت. وهذا الطريق هالشكل يعني شو أسوي؟ بعد لازم أصبر وأتحمل. بس هسه بس يصير عندي فرصة لازم أوقف وسوي شاي شوية حتى أصحى من النوم زين. بس الطريق يعني بصراحة حلو. شوفوا شلون الجبال والثلوج بعدها موجودة. احنا هسه بشهر 7، شهر 7 يعني بنص الصيف. الله. هسه خليت الشاي على بريميز شوية يفور زين، ورحت رتبت السيارة مالتي. طبعا رتبت الفراش، عدلته. شوفوا شلون. طبعا سويت لي شوية تنظيفات معينة، ترتيبات. لازم واحد يرتب السيارة، خب ما يضل بس يسافر بيها. رتبت، شوفوا الفراش شلون مخليه حتى بالليل انام براحتي، رتب اموري زين. وهسه راح اروح اقعد هناك شوية اتشمس، لانه يحتاج الانسان هم شوية شمس، يعني مو بس يسوق، شمس تقعد. مثل ما تشوفون هسه، بغض النظر عن الصعوبات اللي ممكن تواجهكم. شوف هسه أنا شوية صعبة، يقطعون الشارع، تصير عندكم مشاكل معينة، لكن تجتازوها، لأن السفرة ترى تسوى. المكان جميل، يعني جميل جدا، والأجواء يعني رهيبة. ما أدري هذا شاي تخدر؟ لا، خلى شيك والله. لا تخدر، صار مرتب. شاي أحمد بعد معروف. وبعد شنو الله.
همات النفق سادي، هم النفق سادي. بس تدرون يمكن فرصة كل ما يسدون النفق نصعد فوق الجبال نشوف المناظر الطبيعية، لأن المناظر الطبيعية حلوة بصراحة. هاي المناظر يعني رهيبة. بس راح أقول لكم عن شغلة هسه. تشوفون هاي الأشجار القصيرة اللي موجودة حاليا، هاي الأشجار أكو أشجار هسه فوق الجبال ماكو أشجار، بس هنا الجو أكو أشجار. هذا يعني إنه إحنا يعني مو كلش بعيدين عن سطح البحر. بس شوفوا هسه هذه المنطقة الثانية راحن الأشجار. ليش؟ كل ما نصعد فوق الجبال الأشجار يقلن، لأنه يقولون يقلل الأكسجين يعني يقولون. زين، فأنا من يسدون الطريق طلع الكرسي دائما وأقعد أفتح بيبان السيارة أهويها. يعني المناظر بصراحة ما ينشبع من عندها. الناس كلهم واقفين، أشرب شوية شاي، شوفون أتشمس. الله شنو هالشمس، لازم أخذ فيتامين شمس نحتاج. والناس تصور وذولا نزلوا يتمشون، شوفوهم هناك واقفين قاعد يشمسون ويحجون ويسولفن. شوفوا المنظر هسه هذا، منظر حلو بصراحة. شوف السيارات كلها واقفة، الناس. أنا همات أطلع الكرسي مالتي وأقعد. هسه شوية ويفتحون لنا الطريق يعني. بس صارت الدنيا ظهر يعني. هسه لازم همات ألحق حتى الصلاة لا تروح علينا يا جماعة. حتى لو مسافرين الصلاة أهم شيء ما تروح عليكم. تحاولون يعني، واحد يحاول. بس أكو مكان هسه إذا وصلت له راح أوقف. هذا المكان مناسب جدا، بتكرمون حمامات تتوضون، حتى دوش بيه دوشت. وحتى وهنا أنا خليت السجادة هسه نصلي وندعي لكم إن شاء الله حتى نوصل بالسلامة. الله يحفظكم، ما نسيتكم من الدعاء طبعا. شوية وأخلص أكمل. شوفوا هسه الطريق شلونه. هسه بعد وصلنا لأعالي الجبال، بعد الأعشاب تقل، صخور كبار، مناظر جميلة. وهذا الطريق لازم أكمل بيه، أظل ماشي لمن أوصل النفق. وإن شاء الله هذا النفق الأخير يكون مفتوح، لأن هذا النفق الأخير طويل جدا، يمكن 25 كيلو متر 30 كيلو متر، يعني مسافة طويلة يمكن نص ساعة. بس إذا مسدود كان هم راح أضطر 2.5 ساعة فوق الجبال. ولو الصعود فوق الجبال مكسب. شوفوا المناظر، شوفوا شهر السابع الحرارة 10 فوق الجبل، باردة بصراحة يعني، باردة. من أطلع من السيارة أخاف أستبرد. بس المناظر رهيبة يعني. شوفوا المنظر. وطبعا هنا لازم الإنسان ينتبه، لأنه أكو خرفان بالطريق، لا يروح يضرب له خروف ويتورط، لأن موجودات يحاولن يقعدن على أطراف الطريق. زين، وإحنا نحاول ما نعطيهم أكل، لأنه يمكن ما متعودين على الأكل اللي نعطيهم إياه، يأكلون أعشاب نظيفة. عرفت شلون؟ لأن المنطقة كلش تخيلوا الخروف من توقف يمه ما بريحة خروف، ماكو. ما أدري من المطر نازل عليه هواية ماي، ما أعرف. أنا مرات أتخيل غاسل بصابون رقي، فشي مو طبيعي يعني الوضع. وهنا الأعشاب الحلوة والورود الموجودة، بحيث أنه النحل يتغذى عليها. تدرون العسل الجبلي من هنا يجي، هاي المناطق الجبلية الرائعة. وأكو هنا همات أكو ناس ساكنين، وأكو أكواخ صيفية وشتوية الناس تجي تقصدها، يعوفون المدينة ويسافرون لهنا. بس دائما بالصيف يكون أكو تعميرات بالشوارع، ويحاولون يرمموها ويعدلوها، لأنه بالشتاء تصير الدنيا باردة. شوفوا هسه وقفنا ردود لأنه عندهم أكيد تعمير. بس مو مشكلة، احنا ننزل شوية نصور، ناخذ لنا نظرة على المكان. شوفوا هسه أصور لكم إياه. هذا المكان رائع حلو بصراحة المكان يعني. هاي الصخور انتوا لا تتخيلوها صغار، ترى الصخور هاي كبيرة جدا يعني. شوفوا هاي الصخرات الثلاثة كبار، الناس كلها واقفة. زين، هسه شوية ونحرك. هاي هنا أعتقد أكو
يحاولون يسوون مؤسسة الكهرباء تجيب وايرات، وهاي تحاول بالصيف تشوف شكو شي خربان، شكو شي هاي تصلح. الناس يوقفون يعدلون يبدلون هدومهم، بالليل كانت باردة، هسه هذا بدل هدومه، رتب الأمور، جاي يرتب سيارته. لأنه بدل ما واحد يوقف كل شيء ما يسوي، شوية يحرك نفسه، يحرك رجليه. القعدة همات بالسيارة مسافة طويلة ترى، 6 ساعات و7 ساعات. شوفوا هسه هنا هذا الطريق شوية ضيق، يعني سيارتين مترهم بصراحة، خصوصا إذا واحد تقابله شاحنة شي، فلذلك يقطعوه ويخلون الناس بس مثلا يروحون وجماعة يرجعون، والطريق همات مو قصير طويل يعني. وهاي الخرفان اللي موجودة يعني مرات يكونون يسببون أزمة، لأنه الخروف مثلا يقول أريد أوقف بنص الشارع، من يقدر يقول له اللي توقف؟ هو إلى الأحقية، يعني هو الأسطى هنا، أبو ابن المنطقة. عرفتوا شلون؟ هذا الخروف يعني شيء رائع بصراحة، خصوصا لما نسوي كباب. والله يعني لا تذكروني، هسه جاي أبلش أجوع أنا، والمنطقة بعد ما وصلت لها النفق ما وصلت له، هسه أريد أن أوصل له. هسه شلونها؟ وأنا قلت اليوم أريد أتغدى فواكه، أسوي رجيم يعني، زين أسوي رجيم أتغدى فواكه. شفتوا هاي الخروف مرة هنا من يمه، هاي البحيرة، هاي مو بحيرة ترى، هذا ثلج ذايب مشكل هذا الماي. احنا هسه كلش مرتفعين عن سطح البحر، وراح نظل نكمل نمشي لما نوصل لوين؟ راح نوصل للنفق. هذا النفق إذا طبينا بيه راح نطلع من ذاك الصوب، شنو؟ ننزل نوصل إلى سطح البحر. هذا المكان اللي راح أروح له مشهور بالفواكه، خصوصا الجوجة والكرز هذني والتفاح وعسل همات. بس أنا لأني بشهر 7 ما أشتري عسل، أحاول أشتري بشهر 8 و9، لأنه يكون نازل العسل الجديد مال الصيف، تكون النحلات ماكلات من الورود مالت الفواكه يلي هسه أنا راح أكلها. أنا راح أكل فواكه، والنحلات يكونن ماكلات من شنو؟ من ورود الربيع مال الفواكه. فأنا أشتري بشهر 8 العسل، بس هسه أشتري الفواكه. تخيلوا هذا الطريق كله قطعته بس حتى آكل الجوجة والكرز، وأباوع على المنظر الطبيعي مال شنو؟ مال منطقة هاردنجر. هذا يعني مكان رائع بصراحة، مكان حلو جدا. النفق أخيرا، هذا النفق طويل، لا تفكرون أن نفق يعني شوية وتخلصوا، نص ساعة كاملة تظلون بالنفق. وشوف الغرفة شكبرها بالنفق بعضها، هاي شوي تستراح، توقف بيها شوي تستراح، هاي داخل النفق. تخيلوا، شوفوا بس هسه نخلص نطلع نوصل. هسه وصلت الهاردنجر، وهسه راح أروح أشتري جوجة وكرز من برا. بس خل أعطيكم شوية نظرة على الخليج. هذا الماي هنا مو ماي حلو، ماي مالح، هذا خليج تجي بيه بواخر. ومن هنا أنا راح أروح أشتري جوجة، شوفوها. وأكمل الطريق للمكان اللي أريد أوقف بيه. الجوجة هنا يبيعوها، طبعا ماكو واحد يبيع لكم، أنتوا تدفعون وتأخذون الجوجة وتروحون، يعني مأمنين بيكم، أنتوا خوش ناس، ما راح أحد يبوق، ما راح أحد يعني يسوي أشياء، كل شيء مأمنين العالم به. يعني هذا الخليج مال هاردنجر، هنا يزرعون الفواكه. ووصلنا هنا، أنا راح أوقف وأظل قاعد فترة أتأمل بالمكان. وطبعا غسلت الجوجة وغسلت الكرز، وهسا بس أريد أصور لكم المكان حتى شنو يصير عندكم يعني بفكركم شلون شكل البحر والجبال. وشوفوا شلون البحر هادئ، هذا بحر ما بيه موج، يعني تخيلوا الماء مالح، والجبال هاي يعني شيء بصراحة ما أقدر أوصفه بالكلمات. شوفوا أنتوا بس باعوا، يعني هو المنظر يحكي عن نفسه. المنظر
بصراحة يحكي عن نفسه. حاطي لكم كراسي، تبركون سيارتكم، اكو تكرمون يعني حمامات، تغسلون ايديكم، والريحة شوف هاي القوجة يعني ما ادري، يعني هذا شيء رهيب بصراحة. اي واحد يزور النرويج انصحه يزور هاي المنطقة، ياكل من هالقوجة من هالكرز هذا زين، ويستمتع بالمنظر الحلو. هذه منطقة هاردانجر، هاي منطقة هاردانجر. وإذا أعجبكم الفيديو وأعجبتكم الفواكه سووا لي لايك وسووا لي متابعة وشغلوا الجرس حتى أروح أماكن جديدة وأصور لكم إياها وتشوفوهن وياي، كأنما أنتم مسافرين بأنفسكم، كأنما أنتم سقتوا السيارة، أنتم نمتوا بالسيارة. يعني بس القوجة حتى كأنما أنتم أكلتوا الكرز والقوجة. سووا لايك ودوس الجرس حتى أصور لك، ودمتم سالمين مع القوجة والكرز يا أعزائي، أنتم يا أعزائي. إي والله. باي باي.